بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى كده قبل الفيديو انكم تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكم اشعار بأي فيديو بننزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتكتبوا اي حاجة في التعليقات. ندخل بقى في الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده احنا داخلين كده نعمل حاجة دلع، يعني حبينا ندلع نفسنا شوية في الشتاء ده وفي الجو البرد ده، فقلنا نعمل الكابتشينو. الكابتشينو طبعا بيبقى محتاج مكنة ومحتاج انك انت كل شوية تعملي الرغوة بتاعته عشان يبقى زي اللي بنجيبه من بره ونشربه بره وكده. ف... فليه بقى احنا ما عندناش مكنة وعايزين نشرب كابتشينو؟ مش لازم نتدلع، كل واحدة تدلع نفسها. المهم، دلوقتي بقى انا جبت علبة نسكافيه اللي هو سريع الذوبان ده اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. ده العلبة دي يعني بتكفينا طول الشتاء. اولا الكابتشينو انا بتكلم على نفسي، انا مش بشربه كل يوم. بشربه كده بالمزاج، يعني لما يكون الواحد كده عايز يروق يعمل له كوباية كابتشينو. المهم، فجبت العلبة دي. فهعمل الرغوة بقى في البيت. زي ما انتم شايفين انا جبت المضرب اهو بتاع البيض. هعمله هركبه يعني وهنشوف. هناخد انا ما بعملش كل الكمية مرة واحدة، يعني البرطمان ده بعمله كله مرة واحدة، لا انا بعمل حبة بحبة، وكل ما يخلصهم اروح مزودة تاني. اعمل تاني يعني، وبحطه عندي في الفريزر. المهم هنجيب بقى ربع الكوباية من السكر، وربع كوباية من البودرة اللي هي بتاعت النسكافيه دي، وربع كوباية مية، يعني قد بعضه. ربع كوباية سكر، ربع كوباية نسكافيه، ربع كوباية مية. السكر طبعا انا حاطه ربع كوباية لان انا بحبه خفيف سكر. يعني انا بحب النسكافيه، الكابتشينو، اي حاجه بحبها خفيفه سكر خالص. فانا حاطه سكر قليل. انت بقى وانت بتعملي بقى باللبن، حابه تزودي السكر زودي زي ما انت عايزه. المهم هنحط كل دول مع بعض وزي ما قلنا ربع وربع وربع سكر ونسكافيه وميه فوق بعض، وبعدين هنروح مدوبينهم كده بالمضرب، وهنبدأ بقى نضرب فيهم. تفضلي تضربي لحد بقى ما يبقى عامل فوم كده زي الكريم شانتيه. اولا الكميه بتزيد معانا، تاني حاجه بيبقى خفيف خالص كده وهش. واهم حاجه برضو ما تزوديش الميه يبقى معاكي ويبقى سايل، لا احنا عايزينه فوم، يعني يكون حاجه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت خفيفه وهش. انا اسفه طبعا الصوت عندي ان انا مخلفيه شويه لان انا عندي برد، فمعلش بقى من الصوت. المهم نرجع بقى للكابتشينو بتاعنا او الرغوه بتاعتنا. هنفضل بقى نضرب فيها زي ما انتم شايفين. هتلاقوا اصلا الضرب انا بجيبها لكم على المراحل، ان كل شويه الخليط بتاعنا بيفتح. يعني في الاول خالص بيبقى اللون البني اللي احنا عارفينه، بعد كده بيبدا يفتح 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 لحد ما هيفتح خالص. وهتلاقي كمان الكميه زادت. كل ما الحاجات اللي على الجنوب دي طبعا على طول كده هنجيب بسباتيولا ونبدأ ننزل كده كل شوية، علشان ما فيش حاجة تبقى على الجنوب ولا على الحرف اللي هي الحاجات اللي بتبقى طايرة دي مطرطشة يعني. لا احنا هنقعد ننزل كل ما حاجة تطلع على الجنوب هننزلها، علشان نتأكد يعني يبقى كله بقى داب والسكر كله داب ومفيش فيه قطع حبيبات ولا اي حاجة. اهم حاجه بقى ان احنا هنقعد نضرب لحد ما يخف معانا واللون يغير ويمسك بعض. اذا حسيتي ان القوام تقيل، يعني وانت بتضربي كده ان انت مثلا الميه ما كانتش مظبوطه معاكي الربع كوبايه مظبوط، لا انت هتروحي مزوده تزودي نقطه ميه بنقطه ميه، يعني حبه صغيرين خالص. مش هقولك ايه، بالمعلقه الصغيره بتاعه الشاي تزودي عشان ما يسيبش منك وما تعرف ما يبقاش جامد كده، يعني ما يبقاش ماسك نفسه. اهو. حتى شوف اللي هي اللي السن بقى اللي هي اللي نازله من السن اللي نازله دي المنقار ده، ده دليل ان هو ماسك نفسه مش هيسقط مننا مثلا يبقى سايل او كده. لان المقدار ده الحاجات اللي هي الرغوه دي احنا بنحفظها في الفريزر. انا بحطها في برطمان او في علبه من اللي هي علب التلاجة وبتتحط في الفريزر. وكل لما تيجي تعملي بتروحي مطلعه بقى واخده التلقيمه بتاعتك، سواء بتعملي معلقه او معلقه ونص معلقتين زي ما انت بتحبي المج بتاعك، فبتحطيه وبتزودي السكر. اللبن طبعا بيبقى مغلي وتروحي نازله باللبن كده. هنعمله برضه مع بعض ان شاء الله، اما اجي هعمله معاكم. فتروحي نازله باللبن سخن وتدوبي. وطبعا السكر زي ما انت تحبي بقى تقيل خفيف زي ما انت عايزه. فزي ما قلت لك انت بتاخدي كل المقدار ده اما بتحط في الفريزر، وانا مش بعمل كتير.
بعمل علبة بعلبة، عما تخلص بعمل التاني. فزي ما انتوا شايفين هتلاقي القوام فتح خالص 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 معانا. وكل لما نيجي حتى ماسك يعني ما هو سايل ولا حاجه، باجي اقلبه معاكم، يعني اقلب البوله كده بتفضل ماسكه، ما بتنزلش ولا حاجه. اه زي ما انتوا شايفين دي حاجه اللي زي ما قلت لكم ان الكابتشينو ده من الحاجات الحلوه اللي الواحده كده تبقى قاعده فتره العصر فتره الصبح بتاخد على الفطار، يعني بدل ما تشربي شاي الصبح تشربي الكوبايه دي تفوقك وتخليكي يعني مصحصحه كده. اه زي ما انتوا شايفين شوفوا ماسك ازاي، ما زي الكريم شانتيه بالظبط، وخفيف وخفيف بقى وهش خالص. وفوق ده كله برضو بالكمية بتبقى حلوة، يعني حبة دول كلهم دول ربع كوباية من البودرة النسكافيه. بدل ما انت كل مرة تجيبيه مثلا وتجيبي اللي هو المضرب اللي واللي بتقعدي تعمليه عشان تعملي الرغوة، لا انت بتعملي الرغوة وبتبقى جاهزة عندك في اي وقت، حتى لو جالك ضيف ولا حاجة بتبقى جاهزة معاكي انك انت تشربوه. يعني سهل معاكي تغلي اللبن وتعمليه على طول. وفي ناس بتحب تشرب بودرة النسكافيه كده بتتعمل بمية وبنفس الشكل الحبيبات ده بتدوبها، وفي ناس بتحبها بسكر ومن غير سكر. إيه كل واحد ورغبته يعني وهو بيحب ايه. هنعبيها بقى في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده. الكمية اللي انا عاملاها دي عملت نص علبة من علب التلاجة، يعني علبة اللي هي الوسط دي، وعملت البرطمان ده. انا جبت البرطمان ده علشان املاه، بس كان اتملى والفضل في العلبة اهو. حطيته في العلبة وهقفلها بقى طبعا كويس، وهاخد كل العلبتين دولت وهحطهم في التلاجة، وزي ما قلت في الفريزر مش في التلاجة، في الفريزر. وما تقلقيش خالص بيبقى زي الفل وكأنك عاملاه طازة، بيوفر الوقت والمجهود كمان. اشوفكم في فيديو